طبعا سمعت عن قرية بر خير بسوهاج. بيت بيولع فجأة بدون سبب واضح، ثم بيت تاني وتالت. النار بتشتعل بقالها أكتر من 20 يوم. ده مش مشهد من فيلم رعب، دي حقيقة حصلت في واحدة من قرى مصر. واللي حصل ده بقى له أسباب كثيرة جدا. يعني هل هو ماس كهربائي؟ هل حد بيولعها عمد؟ ولا في حاجة مش مفهومة؟ الغريب بقى الإشاعة اللي طلعت والخرافة إن الجن هو اللي بيولع النار، وناس كتير قوي صدقت القصة دي. وبدأت في تسجيلات صوتية تنتشر فيها ناس من القرية بيحكوا بقى عن أصوات غريبة والنار بتشتعل فجأة وخيالات وكائنات مش مرئية. وبدأت بقى ناس تتكلم عن العفاريت وإن ده سحر معمول ودي مقبرة اتفتحت أو حد عمل لأهل البلد. طب إيه بقى الحقيقة؟ أولا لحد دلوقتي السلطات بتتحرك والحماية المدنية متواجدة ولسه التحقيقات شغالة. هل هو ماس كهربائي؟ هل تخزين مواد قابلة للاشتعال؟ هل فعل فاعل؟ واحد ممكن يكون شخص مريض نفسيا بيحاول يثير الذعر. في احتمال كبير لحالة من الهستيريا الجماعية اللي بتخلي الناس تفسر أي شيء تاني على إنه حريق. نسبة الأمور للجن والعفاريت دون دليل شرعي أو علمي يعد خرافة لا يقرها الشرع ولا العقل. خاصة بقى كمان إن في وفد من رجال الدين ذهب إلى القرية عشان يفند هذه الشائعات ويكذب ما يروجه الآخرين من إن الجن هو الذي ارتكب هذه الحرائق. وفد الأزهر والأوقاف راح والتقى بناس كتيرة جدا، ولجنة الفتوى أصدرت بيان واضح أن نسبة الأمور إلى الجن والعفاريت دون دليل شرعي أو علمي يعد خرافة لا يقرها الشرع ولا العقل. الخطورة أن ممكن يكون في فاعل مريض نفسي أو عنده رغبة في إثارة الذعر، نتركه ونجري ورا العفاريت والجن بحيث أن الحقيقة تتوه. وقت الأزمات لازم نلجأ للعقل والعلم مش للخوف والخرافة. واجب الدولة أنها تحقق وتكشف الأسباب الحقيقية. واجبنا نحن كمان كمجتمع أن ما نشاركش في ترويج الشائعات، لأن الشائعة ممكن تبقى أخطر من النار نفسها. قرية بر خير بتحترق فعلا، لكن الأمل ما زال موجود في كشف الحقيقة. تحياتي وأشكرك على أن أنت استمعت إلي.